انت بنهار صايم وتصلي، وبمجرد ما كتسالي صلاه العشاء والتراويح تتعيطوا لبعضياتكم في الهاتف وتتلاقى انت وياها، يعني تتحدث عن من له علاقه غير شرعيه مع امراه، سميها كيما بغيتي تسميها، سميتو الزنا نقطه الى السطر، حتى علاقتك بها وانت خارج ضيع انت وياها راه هذا من الزنا. اين المنطق في هذه المساله هذه؟ اين المنطق الشرعي في هذه المساله؟ اين المنطق النفسي؟ اين المنطق الروحي؟ اين المنطق العقلي الذي كنت تسجد له في ركعات التراويح؟ ماذا كنت تقول له؟ تقول له اللهم اغفر لي، وفي هاتفك رقمها وفي هاتفك رقمه، تنتظر بعد فراغك وتنتظرين بعد فراغك من الصلاة مباشرة أن تنظري في الهاتف هل أرسل إليك رسالة، وأن تنظر في الهاتف هل أرسلت إليك رسالة لتتواعد أو لتتحدث حديثا غراميا، غير باش نفهم التركيبة المنطقية ديال هذا الدماغ هذا. ما الذي كنت تقوله في سجودك؟ الحرام حرام أشرف، والذي يعاقب على الحرام هو ربك عز وجل، يعني تستهين بمن؟